بعلمكم كيف النصاب دخل علينا. الأهل كانوا طالبين منتج من أحد المتاجر، ويوم وصل المنتج ما عجبهم الكواليتي حقه فرجعوه وطالبوا بفلوس. المتجر قال لا، احنا ما نرجع الفلوس ولكن بنخلي لكم رصيد في المتجر لو حبيتوا تطلبون مرة ثانية. فالأهل راحوا موقع وزارة التجارة قدموا بلاغ تجاري كذا 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 المشكلة. من ثاني يوم يتصل علينا واحد: السلام عليكم، معكم فلان الفلاني من وزارة التجارة، انتم مقدمين بلاغ رقم كذا وتفاصيل البلاغ كاملة، وعطانا المتجر اللي حنا مبلغين عليه، فأي إنسان طبيعي ما اتصل عليه من رقم ثابت هذا 100% من وزارة التجارة. على فكرة الأهل عندهم فكر إنه أكواد ما نعطي أكواد، منو ما كان أكواد ما نعطي، وهم عارفين هذا الشيء. بس شوفوا كيف لف الموضوع، الله لا يوفقه. أخوان كأنه موظف رسمي، بس هو بالأساس ترى نصاب. قال حملوا برنامج اسمه بلاغ تجاري، عدلوا البلاغ القديم أو نقدم بلاغ جديد وبمشي معكم بالخطوات، ولكن أبيكم تحملون برنامج اسمه أني ديسك عشان أشوف الخطوات معكم. وهنا المصيبة في هذا البرنامج. أني ديسك فكرته إنه في كود إذا أعطيته لأحد، هذا الكود الشخص الثاني يقدر يتحكم بجهازي، بس هو ما كان يبي الكود عشان يتحكم بالجهاز، لأنه لو تحكم بالجهاز بينقفض، وكان يبي الكود عشان يجي تصوير شاشة الكل شيء جالس يصير الآن لايف بالبرنامج هذا. ممتاز. عطوا الكود، جالس يشوفوا كل الخطوات، ويلا الآن ادخلوا بلاغ تجاري، قدموا البلاغ، اكتبوا كذا اكتبوا كذا اكتبوا كذا، كأنه موظف رسمي ما يبين انه نصاب ابدا. بعد ما انتهينا من البلاغ وبعد ما انتهينا من كل شيء قال تمام اعطوني الآن رقم الايبان والاسم كامل عشان يحولوا لكم المبلغ. هو كانت خطة انه يطلب الايبان البنك الاول ويقول لنا يرفض، البنك الثاني ويقول لنا يرفض، والبنك الثالث عشان ننسى موضوع اني ديسك وتصوير الشاشة اللي جالس يوصل له انه قادر يتحكم بجهازنا. ونجح ساعة كاملة وهو يحاول يحول ولا قدر. خلانا ندخل البنك الأول، البنك الثاني، البنك الثالث، ثبت كل بنك كم فيه رصيد عشان يبدأ خطته اللي المفروض ما تطول 4 دقائق إلا يكون مصفر كل حسابات، وسواها. قال طيب البنك ساب، أعطوني بالله بطاقته، بس الرقم ذا يمكن أنتم مشترين عن طريق الفيزا لف الموضوع. أرسلوا له رقم البطاقة، دخل بند السعودية، اشترى منتجات بقيمة 70,000 ريال، 4000 4000 4000 4000 كذا. يوم يسوي عملية الشراء هو المفروض يطلب كود، صح؟ هو ما هو بحاجة يقول أعطوني الكود، لأن الكود واضح فوق، ينزل الكود برسالة، وبرنامج أني ديسك موجود يبين عنده الكود. تم ويخلص الرصيد كامل. قال لا، الظاهر جالس يرفض من هذا البنك، ادخل البنك الثاني، والبنك الثاني يخرطه كامل. 3 بنوك صفر أرصدتها، ولا اكتفى النصاب. اتصلوا علي الأهل: ماجد ارسلنا صورة بطاقتك البنكية. ليه؟ قالوا وزارة التجارة يبون يحولون لنا المبلغ تبع المنتج هذاك، والظاهر انه مشترين المنتج عن طريق بطاقتك. يقول الموظف وزارة التجارة بيحولون رقم بطاقة، واللي عارفه وزارة التجارة ما يطلبون لا بطاقة ولا كود ولا أي شيء. صوروا لي الشاشة، لا والله رقم ثابت، باليسار في إشارة تصوير شاشة. قلت وش هذا؟ قال برنامج خلاني الموظف حمله اسمه أني ديسك. قلت أيوة اسمعوا، أنا خايف إنه مبلغ كبير راح، 70,000 ترى ما هي بسيطة. طيب اسمعوا، قفلوا الآن، هذا ترى نصاب لا يسرقكم. قفلوا، دخلوا البنك الأول 0، البنك الثاني 3 ريال، البنك الثالث 5 ريال. راح الموظف، يعني هذا النصاب، يدعي انه من وزارة التجارة، وجالس يعني بالساعة والساعتين يحاول انه يفر مخك، وجالس من البداية يعطيك ترى رقم بلاغك رقم كذا وتفاصيله كذا والمتجر كذا، فمستحيل انك تشك. الحمد لله على كل حال، انا نقلت لكم هذه القصة للتوعية، انه احذروا ثم احذروا ثم احذروا، ترى طرقهم جدا احترافية. الاجراءات اللي سويناها اول ما نصب علينا، صنع البنوك، وقفنا البطاقات كامل. البنوك اللي انسحبت منها دراهم قدمنا مطالبة انه ترى هذه عملية احتيالية، بما انه اشترى من شركة سعودية اللي هي بند السعودية، سواء كانت منتجات يعلقون الطلبات، سواء كانت بطاقة مشتريات يلغون البطاقة وترجع الفلوس على كلامهم، وان شاء الله يا رب. بعدها بيوم